هاي يا جماعة عاملين ايه؟ الحلقة دي هتكون مهمة لمعظم الناس اللي بتدرس صيني لكذا سبب. الموضوع اللي هتكلم فيه النهاردة هو هيبقى عن ترارارا المنح بأنواعها. ايه هي المنح وازاي بناخدها من فين، اهميتها ايه، بتعمل لنا ايه، والكلام ده كله. كل حاجة متعلقة بالمنح هنجاوبها في الفيديو ده. انواع المنح، طريقة دراستها، وكل حاجة from A to Z هنلاقيها في الفيديو ده، وان شاء الله الفيديو ده يكون مناسب ليكم. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وفولو للانستجرام اكاونت، تيك توك اكاونت، واعملوا activation للبيل سبسكريبشن عشان يوصلكم كل حاجة أنا بنزلها from A to Z، واللي بجد هتبقى مميزة ليكم إن شاء الله. الفيديو بتاع النهاردة أنا هتكلم فيه عن المنح. المنح هي عبارة عن مكافأة، أو مش هنقول مكافأة، هي عبارة عن حاجة مجانية بتعطى للطلبة الأجانب عشان يروحوا الصين ويدرسوا هناك. ده تعريف المنحة. منحة يعني أنا بمنحك حاجة، انت الحاجة دي انا مش عايز منها مقابل، هوفر لك كل حاجة بمقابل ان انت تعمل حاجة معينة اصلا في الاول وفي الاخر بتعود بالنفع عليك انت. منحة بتختلف من منحة لاخرى. انا لازم قبل ما اخد المنحة لازم اعرف انا هسافر الصين هدرس ايه. هل هدرس الصين كلغة زي المنحة بتاعتي اللي هي كانت لغة، يعني منحة لغة، انا بدرس الصيني كلغة، درست فيها المقال، الادب، الاستماع، المحادثة، بتتمحور حول دراسة اللغة عموما. وفي فرق ما بين ان انا عايز اروح الصين عشان ادرس مثلا حاجة معينة، عايز ادرس الطب، عايز ادرس الهندسة، عايز ادرس الكمبيوتر، عايز ادرس مثلا الاعلام، عايز ادرس الصحافة. كل ده بيعتمد على نوع الحاجة اللي انت عايز تدرسها. فالمنح بتختلف من منحة لاخرى. اول حاجة هنتكلم عن اهم معهد بيقدم منح في مصر، وهو معهد كونفوشيوس. معهد كونفوشيوس بيعتبر من اهم المعاهد الصينية اللي موجودة تقريبا في كذا مكان في مصر، يعني موجود في الإسماعيلية، موجود في القاهرة، موجود في عين شمس، موجود في كذا مكان. وهو بيعتبر من أهم المنح أو من أهم الأماكن اللي بتقدم منح للطلاب. وبجد أنا بحب المعهد ده جدا، مش شكرانية فيه والله، بس بجد هم محترمين قوي وملتزمين، وفي نفس الوقت مش بيقولوا لك هات فلوس واعمل فلوس عشان تعمل كذا كذا كذا. هم اللي كل اللي بيطلبوه ان هي شهادات بتثبت ان انت مستواك حلو في اللغة الصينية. انا هطلعك منحة وهسفرك هجيب لك التيكت بتاعة الطيران، وهجيب لك الفيزا، وهساعدك في اختيار الجامعة المناسبة، وهعمل لك كل حاجة from A to Z بمقابل ان انت تكون مهيأ لي ان انت مهيئ فعلا لدراسه اللغه الصينيه. انا ازاي اودي واصرف مثلا طالب يدرس مثلا الطب وهو مثلا في دولة صينية، وهو مثلا معهوش اتش اس كي 5، معهوش اتش اس كي 6، معهوش اتش اس كي 4، على حسب بقى requirements بتاعت خنزة وقتها او كونفوشيوس. فهم اول حاجة بيطلبوها، اول حاجه لازم تكون انت عندك عشان تاخد منحه كونفوشيوس. ما علينا بقى من الانواع بتاع المنح اللي جوه: منحه اللغه، منحه الطب، منحة دراسة الإعلام والصحافة، منحة الهندسة، منحة الكمبيوتر. أنا دلوقتي مش هتكلم عن أنواع المنح دي، حاجة أنت ممكن تساعدك فيها الأسيستنت أو اللي هتتواصل معاك من كونفيشس نفسها. أنا بتكلم عن المطالب أو الاحتياجات اللي هتاخدها أو اللي أنت عايزها عشان تطلع المنحة دي من كونفيشس. سواء كان كونفيشس في مصر أو في بره، هي المطالب واحدة. بس أنا بتكلم عن مصر بحكم إن أنا مصرية، وبحكم إن معظم الناس اللي بيحبوا يسافروا منح اللي أنا أعرفهم يعني، والإنكوايريز اللي جات لي كانت من مصر. بس الانكوايريز دي هتلاقوها موجودة في جميع الدول العربية، سواء في الجزائر، سواء في المغرب، سواء في أي دولة تانية. هي المطالب بتاعت كونفوشيوس واحدة. طيب يا ميار، ايه هي المطالب اللي بيطلبها معهد كونفوشيوس عشان اعرف اخد معاهم المنحة؟ أول حاجة، وانت طالب في جامعة، الجامعة دي فيها قسم معين بيديلك او بيخليك تدرس اللغة الصينية، يبقى انت كده اتعافيت من خطاب التوصية. خطاب التوصية من اهم الحاجات اللي بيديها لك المكان اللي بتشتغل فيه، او بيديها لك الجامعة بتاعتك، او بتديها لك المكان اللي انت المفروض تابع اليه، سواء كان المكان ده تابع لمنشأة خاصة او منشأة عامة. هما اللي بيكتبوا لك خطاب التوصية، واللي انت بتروح تقدمه الكونفيشنز بتقول انا مهيأ وده خطاب التوصية بتاعي. زي في عالم البيزنس كده، او في عالم الشغل بنسميه الكفر ليتر. طيب خلينا في الكفر ليتر دلوقتي. انا بس فهمتكم الكفر ليتر او خطاب التوصية ده بيحصل فيه ايه او بيتم عن طريق مين. تاني حاجة احنا محتاجينها يا جماعة، محتاجين HSK. ال HSK هو ال HSK. ال HSK هو الخاني شريبين قوس، اللي هو امتحان
الامتحان الدولي لقياسة مستواك في اللغة الصينية. بينقسم، انا مش هتكلم طبعا على HSK الجديد. HSK الجديد طلع لحد HSK 9 ولسه بيتم دراسته، وفي ناس امتحنته وفي ناس لا. انا مش بناقش ده دلوقتي، انا بناقش ان HSK اللي بيطلعك منحة من سنتين كان بيطلعوا HSK 3. دلوقتي لو انت معاك HSK 3 هي نسبتك في القبول ضعيفة شوية. يعني انا ببتدي اقولها بسم الله الرحمن الرحيم منح الترم من اول HSK 4 5 6. لو معاك HSK 4 او 5 او 6 شهاده بتثبت او ساريه لمده على الاقل 12 شهر بتقول ان انت امتحنت HSK وانت مستواك في الرايتنج وفي الاستماع وفي الرايتنج والاستماع والجرامر كذا بيبقى فيها درجات معينه بتقول ان انت مهيأ ان انت تاخد المنحه دي. ال HSK منقسم لحاجتين. HSK اللي هو الامتحان العادي اللي بيبقى عباره عن استماع، اختياري، كتابه، على حسب برضو درجه ال HSK اللي بتدرسها. يعني HSK 3 غير 4 غير 5 غير 6. وبيبقى عباره عن HSK-K. HSK-K هو بيبقى HSK مختص او بيبقى متمركز بشكل كبير على ان هو عايز يقيس استماعك ومحادثتك. HSK-K منقسم لثلاث حاجات: HSK دي وجون وسيا. الثلاث HSK لازم انا عشان اثبت او اقول ان انا جايب درجه حلوه تهيئني ان انا اخد منحه لازم ابتدي ب HSK جون او HSK سيا. HSK دي بصراحه HSK شان بصراحه بيسموه HSK شان او HSK دي الاثنين واحد. يعني HSK شان انا اكون صريحه معاك، HSK شان او HSK دي عشان تثبت ان انت يعني المستواك في الاستماع او في المحادثه عالي صعبه شويه، فانت بتبتدي من جون او سيا. جون او سيا هم دول المستويين في HSK-K اللي بيقولوا لك انت اوكي في المنح. طيب هل انا مش عايزه اطلع منها خالص؟ هل انا لما باجي بقدم في شركه لازم اكون ممتحن HSK و HSK-K؟ لا. HSK-K انا بمتحنه، هو بيبقى supportive document او ورق ضروري needful document مع ال HSK عشان المعهد يشوفه ويتثبت ان انا مستوايا اللغوي سواء كان في المحادثة او سواء كان في الاستماع كويس. تمام، يبقى HSK كده احنا محتاجه بس في المنحة. خدت ال HSK-K اموري طيبة وخدت الورقتين. بحتاج حاجة بتثبت ان انت بتدرس. يعني انا محتاج مثلا ان انا اجيب شهاده الجامعه بتاعتي اللي بتثبت ان انا ملتحقه بجامعه معينه. طيب انا اتخرجت وخلاص وعايز اخد المنحه، برضو مفيش مشكله، انا بيبقى محتاج معايا ورق بيثبت ان انا بشتغل في مكان معين مهيأ ان انا هاخد المنحه دي. وبعد كده لما بحضر الورق لازم انت بتروح بقى للمعهد بتقول لهم ان انتوا جاهزين ان انا اعمل اقدم الورق بتاعي امتى. هما بيقولوا لك هناك كل التفاصيل وبيقولوا لك ان انت تقدم امتى وتقدم الورق فين وكده وازاي، وبيقولوا لك ايه هي الجامعات اللي فاتحه المنح. يعني الصين فيها اكتر من 350 جامعه، فمش كل جامعات عندها او مش بكل الجامعات بقوة واحدة بتقول ان انا اوكي ان انا مثلا اخد هنا 10 طلاب وهنا 11 طالب وهنا مثلا 80 طالب. لا، كل جامعة مثلا بتفتح فاكنسي، مثلا انا عندي استعداد ان انا اعطي منحة مثلا ل10 طلاب اجانب، منحة جامعة تانية تقول لك انا هعطي مثلا ل20 طالب، منحة ثالثة ل30 حسب احتياجات والفاينانس ليفل او الفاينانشال ليفل بتاع الجامعة دي. هي اهم جامعه طبعا نمبر 1 شئتم ام ابيتم، نمبر 1 جامعه وبجد هي احسن جامعه من جامعات الصين، جامعه بكين. بيجينغ داشوه من احسن الجامعات في العالم واخده تصنيف دولي، هي بيجينغ داشوه. عرفت ان انت تروح بيجينغ داشوه وعرفت ان انت تعمل المطالب اللي هم عايزينها واللي هيبلغك بيها برضو كونفوشيوس كان بها. ما عرفتش ستيل اوكي، في جامعات تانية كويسه جدا واخده تصنيفات عاليه جدا على حسب برضو الكارير اللي انت عايز تدرسه، على حسب المنحه اللي انت هتقدم عليها، منحه دراسه انهي حاجه بالظبط. ما بتخلص ورقك بتروح للمعهد وبياخدوا منك الاوراق وبيعملوا معاك انترفيو. يعني هم قبل ما يوافقوا يقول لك اوكي مفيش مشكله احنا هنودي ورقك للجامعه وهنقدم لك الطلب، هم بيعملوا معاك انترفيو وبيشوفوا مستواك انت مهيأ ان انت تدي ولا لا. لان ممكن مثلا انت مثلا تكون حافظ كلمتين في الامتحان وخلاص، فانت مثلا قلت الجمل، هم عايزين يشوفوا ثقافتك العامه وانت وحظك في الانترفيو. لما كان معايا كان بجد يعني
حلو جدا. اللي كان عملت لي الانترفيو دكتوره اسمها دكتوره اسراء، كانت في جامعه عين شمس، وكانت بجد دكتوره كويسه جدا، وسالت لي اسمك ايه، عايزه تسافري الصين ليه، ايه قصتك مع الصين، اشمعنى اخترتي كليه الألسن جامعه عين شمس، وخلاص. وكل حاجه كانت لذيذه، والانترفيو عدى جميل الحمد لله، وجالي القبول بعدها ب10 دقايق وانا واقفه بره، يعني قبل ما اروح ندوا على الاسامي اللي اتقبلت وخلاص. طيب اسمي نزل واموري تمام وخلاص، والورق بقى خلاص هياخدوه منك ويقدموه. الاكسبتنس من عدمه ده بيتم عن طريق مكان اسمه الخنبن. الخنبن هي عبارة عن مؤسسة هي اللي بتقرر قبول الطلبة الأجانب من عدمهم. فأنت ممكن تكون مثلا عمل اللي عليك ومثلا جبت اتش اس كي 6، جبت درجه محترمه جدا، اتش اس كي بتاعك جميل وكل حاجه، ويجي لك الرفض without no reason. هو الموضوع بيبقى ارزاق from A to Z. وممكن برضو يكون حد جايب درجة أقل منك بكتير، وفي نفس الوقت الدرجة اللي أهم، يعني اللي جاب درجة أقل منك هو اللي اتقبل في المنحة بتاعته. فهي بتبقى على حسب تسهيل ربنا، وعلى حسب الموضوع ماشي ازاي. هو ما بيبقاش 100% بشكل واضح كلير قبل ما تخش. انت بتجتهد وبتعمل اللي عليك، وبتشوف بقى ربنا هيعمل ايه. فهو الموضوع بيبقى بشكل كبير قوي معتمد على توفيق ربنا. انت بتذاكر وبتعمل عليك وبتمتحن. انا كده قلت كل حاجة تخص المنحة بتاعت كونفوشيوس. يعني اعتقد دي كل حاجة انا ذكرتها بالتفصيل. زي ما قلت لكم الكفر ليتر، شهادة الاتش اس كي وشهادة الاتش اس كي كي، وشهاده بتثبت ان انت بتدرس او ان انت ملتحق مثلا لعمل معين، وبتروح تودي الورق وبتعمل انترفيو. طبعا هم هيساعدوك ان انت تفتح الابليكيشن وتقدم من الانترنت وترفع اليوزر نيم واللوجن نيم والباسورد. كل الكلام ده كونفوشيوس بيعملوه، فعشان كده هم اصلا بيساعدوك في كل حاجه from A to Z. بيخلصوا لك الفيزا وبيخلصوا لك كل حاجه. كل الحاجات الباقيه بقى هم بيعملوها، يعني انت مش مضطر ان انت تعرفها، هم بيمانجوا everything. وكونفوشيوس مش من الحاجات اللي انت تراجع وراهم، هم they are certified. فهم مثلا لو طلبوا منك مثلا ان انت تجيب الورق ده، ما تقعدش تسال طب ليه، طب انتوا هتحتاجوه في ايه. لا، هم هيحتاجوه. لو طلبوا منك الورق يبقى هم هيحتاجوه. this is the first thing. the second thing بقى المنح بتاعه الحكومه الصينيه نفسها. يبقى المعاهد كونفوشيوس دي حاجه، والحكومه الصينيه نفسها. الحكومه الصينيه هي بتبقى عباره عن منحه مدفوعه التكاليف كامله، الحكومه هي اللي بتدفعها لك from A to Z. على فكره نفس الكلام في كونفوشيوس. يعني في كونفوشيوس بيدفعوا لك برضو كل حاجه from A to Z، السكن، مرتب شهري، الإقامة، كل حاجة from A to Z. وبنبه يا جماعة، بنبه بشكل كبير، اللي بيطلع منحة سواء كانت عن كونفوشيوس أو سواء كان عن حكومة الصينية ممنوع منعا باتا الشغل. في ناس اترحلت بسبب الموضوع ده. انت الفيزا بتاعتك اللي هتتكتب على الباسبور أو الفيزا اللي انت هتاخدها هي مكتوب فيها فيزا طالب، student فيزا او student فيزا، بتبقى مكتوب عليها كده. فلو انت في حكومة مثلا دخلت ودورت وتعرف ان انت في عندك بنك اكاونت في الدولة بيدخله فلوس من عمل تجاري ما، انت هتترحل. فبليز بليز خلوا بالكم من الموضوع ده. مش اي حاجه، مش اي حاجه انا امشي وراها واحد يقول لك تعالى يا عم اشتغل معايا وهدي لك مثلا 3000 يوان او 4000 يوان. لا، انا جاي عشان ادرس. انت مش جاي عشان تصرف ولا عشان تحول فلوس لاهلك ولا عشان تعين حد، انت جاي عشان تدرس. تركز في الدراسة، ما تركز في اي حاجة تانية. حاسس ان الموضوع هيبهوأ منك وانت مش متكفي وكده وبتاع الباوتين اللي هم الفلوس اللي بيدوها لك في الشهر، خلاص ارجع، انت هنا عشان تدرس. الحكومة الصينية بقى، المنحة بتاعت الحكومة الصينية بيميزها ان هي فيها تفرعات كتيرة جدا عن منح كونفوشيوس. منح كونفوشيوس محدودة، يعني ممكن يقول لك المنحة دي انا هوديك منحة ترم او منحة سنة او منحة ماجستير او منحة دكتوراه. في دراسة اللغة الصينية، وهي 75% من المنح اللي بتقدمها كونفوشيوس بتبقى عبارة عن دراسة اللغة الصينية وأدبها، اسمها كده حتى studying Chinese and its culture. المنح بتاعة الحكومة الصينية هي بتبقى متفرعة جدا جدا جدا، وليها مجالات كتيرة جدا جدا، ونسبة قبولها بتبقى بصراحة أقل من كونفوشيوس. نسبة قبول في السي اس سي الحكومة الصينية قبولها بتبقى أقل من كونفوشيوس. برضو نفس الكلام، ليها ويب سايت بتاع السي اس سي، بتدخل وبتقرأ المتطلبات على حسب المنحة اللي عايز تقدم عليها. يعني مثلا أنا عايز أقدم على منحة مثلا دراسة الماجستير في الإعلام، ممكن يطلبوا منك مثلا
ان هم مثلا محتاجين في دراسه الفيلد ده، محتاجين مثلا الايلتس او التوفل بدرجه مثلا معينه. ممكن الطلب ده ما يبقاش مثلا موجود في منح كونفيشس، يعني منح كونفيشس مش بيطلب التوفل او الايلتس. ممكن في بعض التخصصات في منح الحكوميه بيطلبوا التوفل او الايلتس. وبتظبط ورقك وبتقدم، وبرضه نسبة قبولك من عدمها مش معتمدة على الدرجة. طبعا الدرجة ليها عامل، بس مش معتمدة على الدرجة بشكل كبير، على قد هي معتمدة على توفيق ربنا. هو توفيق ربنا هو اللي بيقرر كل حاجة from A to Z. في بقى ناس يا جماعة، وبرضو الحوار ده بيحصل برضو في الجامعة بتاعت الجامعة اللي أنا كنت فيها، المنح الجامعية دي بقى برضو نمبر 3. نوع المنح الثالث هي المنح الجامعية. المنح الجامعية بتعتبر برضو من أحسن المنح اللي بجد بتوجع، يعني بتفضيك قوي 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 من وجع الدماغ بجد، منح الجامعات. وانا بقصد هنا برضو جامعة عين شمس، لان انا ما عنديش خلفية مثلا جامعة كفر الشيخ ولا مثلا الجامعات التانية بتقدم ولا لأ. بس منحة الجامعات بجد حلوة قوي، لانها بتوفر عليك مجهود كبير جدا، بتوفر عليك بجد ان انت تمشي في اجراءات الجامعة، هي بتكون مخلصة لك كل حاجة ومظبطه لك كل حاجة. والجامعة منح الجامعة مش بتيجي لأي حد، بتيجي الأول 5 أوائل. بص، هم دول اللي بياخدوا المنح الجامعية. وبرضو أنا بتكلم بشكل كبير هنا على جامعتي في عين شمس، لأن جامعة عين شمس الخمسة الأوائل اللي بيطلعوا منحة بيودوهم على طول جامعة بكين. طبعا دي بتبقى منحة مضمونة 100%، دي بتبقى مؤكدة. عين شمس هي اللي بتبعث الطلبة دي للناس دول عشان خاطر يعملوا الدراسة، وبتبقى 100% مضمونة. يعني دي بتبقى جامعة خلاص هي جايبة لك القبول، بتبقى خلاص انت طالع منحة على تبع الجامعة، وما بيبقاش فيها لف كتير قوي زي انواع المنح التانية. يعني مجرد ما بتجيلك انت بتبقى خلاص ضن، انت بس كل اللي بتعمله بتجهز باسبورك، بتجهز حاجتك وخلاص، والجامعة بتقوم لك كل حاجة. وبتبقى في جامعة بكين على طول. طبعا بيبقى ليك مرتب كويس في الشهر، حلو جدا. الجامعات هناك بيبقوا عارفين ان انتوا جايين من عين شمس، فاوريدي مستواكم بيبقى تحفة، يعني مستواكم اصلا بيبقى مهيأ ان انتوا تعملوا اي حاجة. دول بجد من 3 انواع المنح، ودي المنح اللي بتبقى موجودة عشان تدرس في الصين. اتمنى بجد الفيديو ده يكون عجبكم وتكونوا استفيدوا منه، وتكون جاوبتكم على كل الأسئلة اللي في دماغكم. لو عندكم أي أسئلة محتاجين إن أنا أجاوب عليها، ممكن تسيبوها في الكومنتس وأنا هرد عليها بكل شفافية. لو لقيت فيه مثلا حاجات أنا نسيتها أو مش محضراها، ممكن نعمل بارت 2 من الفيديو ده، مفيش مشكلة. ما تنسوش تعملوا لايك وفولو وسبسكرايب للشانل بتاعتي، اعملوا اكتيفيشن للبيل باتن عشان يوصلكم كل حاجة أنا بعملها. مبسوطة قوي قوي إن أنا صورت الفيديو ده معاكم. إن شاء الله أشوفكم المرة الجاية مع موضوع جديد. باي باي.